بما ان التاسعة كانت واسعة، لا صفي النية، انا بقصد هنا البعد الزمني بين جيل ابو تريكة 2013 لحين الوصول للقضية ممكن، وده اغلى واعظم هدف في تاريخ النادي الاهلي. دي البطولة الاغلى في تاريخ النادي الاهلي وفي دولابه. دي الجمعة الكام يا شباب؟ انما وداد سطلانة، وداد كانت عايزة تتدلع، وداد كانت نفسها تدوق حلاوة النادي الاهلي، والنادي الاهلي دوقها من ناره، كواها من قلب كازابلانكا نتاشها ناتش. انما ربنا كان ليه اراده ان البطوله دي تبقى اهلاويه، لان النادي الاهلي اجتهد. العمل الجاد كان داخل النادي الاهلي من كل شيء، من مارسيل كولر، من الجمهور، من اللعيبه، من المجلس الاداري والفني. الحقيقه كان ربنا يعني حكمته وارادته كانت اقوى من كل شيء في البطوله دي، بدايه مع دخولنا للمجاميع، مع يعني ذبذبه في الاداء، 5 بشاكوش من سان داونز، ويا ريت كل سنه نخسر 5 وناخد البطوله. يعني عارف انت، لو انت هتخسرني 5 واخد البطوله انا موافق.